ابنك عنده 12 سنه ولسه ما بيعرفش يقرا. اطفال كتير بتوصل لسن ال 12 بيكون لسه عندهم مشكله في القراءه، وصراحه هي بتكون مشكله. بس خليني اقول لك على حاجه، ان المشكله زي دي بتكون حساسه حبتين، لان انت لو فشلت في حلها بشكل يكون مناسب بالنسبه لابنك هتكوني سبب في ان هي تتفاقم وتزيد. خلينا نقول ان ابنك مثلا عنده مشكله في القراءه او الكتابه او اي مهاره من مهارات التواصل الخاصه بالتعلم، ما ينفعش هنا تجبريه او تفرضي عليه انه يقرا بالعافيه، او انك تعاقبيه لانه مش عارف يفرق ما بين حرفين، مع انك كنت عماله تعيدي وتزيدي في نفس الحرفين دول من شويه. او انك مثلا تفضلي تقارنيه بابن خالته اللي عنده 5 سنين وبيقرا النشره لمامته. صدقيني لو ده اسلوبك في معالجه العثرات اللي بتواجهك مع ابنك في تربيته او تنميه مهاراته فهتخسري كتير جدا. فالصح ان لما ابنك يواجه مشكله في اي مهاره من مهارات التعلم حاولي تكتشفي سببها. فكره ان ابنك لسه ما بيقدرش يقرا ممكن يكون سببها قله ثقه في نفسه، لكنه عنده القدره فعلا، لكن هو محتاج تشجيع ودعم مش اكتر. ممكن يكون عنده ثقل في اللسان او مشكله عضويه، ودي هنا لازم نروح فيها المتخصص. كمان ممكن يكون ابنك حصل له تجربه وسط زمايله، فلازم نسمعه ونخليه يقدر ان هو يتخطى المشكله دي. مهم ان انت تامنيه وتفهميه وتوعيه وتكوني معاه وسابقاه. ان ابنك ما بيعرفش يقرا مش كارثه في حد ذاتها، لكن اسقاط اللوم وعدم القدره على مساعدته هو ده الكارثه الحقيقيه. وبلاش وهم الكماليه واننا عاوزين ولادنا اشطر ناس في الدنيا، لان صدقيني ده بيضغط عليهم وبيضغطك. ولو حسيت ان ابنك بيواجه صعوبه في القراءه او عندك تجربه في مساعدته شاركينا في الكومنتات ازاي بتدعميه وتساعديه يتخطى التحدي ده، وخلينا نتعلم من بعض ونلهم غيرنا.